محطة جديدة في مسيرة سفيرة النوايا الحسنة حول دول العالم التي رفعتها مؤخرا من منصب سفيرة إلى منصب مفادة خاصة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. محطة هي الثانية التي تخصصها الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي للاجئين السوريين. ففي زيارة إلى الأردن توجهت الممثلة الأمريكية إلى مخيم الزعتر للاجئين لتطلع على ظروفهم، زيارة وصفتها بحرقة كبيرة بعد انتهائها. سألت الأطفال عما رأوه في سوريا فأجابوا أنهم رأوا أشلاء جثث على الطرقات، حتى أن طفلة شبهت تلك الأشلاء بالدجاجة. تعاطف جولي مع الأطفال اللاجئين ليس بجديد، إذ كانت قد خصصت معظم زيارتها لمخيم للاجئين السوريين في تركيا للأطفال أيضا. إلا أن النوايا الحسنة التي تقدمها هذه الممثلة لأولئك اللاجئين لا تقتصر فقط على مجرد نوايا، إذ تبرعت الممثلة الأمريكية المشهورة ب$100,000 لمفوضية اللاجئين بهدف مساعدة السوريين بعد زيارتها تركيا. وتقول مصادر إنها تنوي التبرع هذه المرة ب$800,000 لمساعدة اللاجئين في مخيم الزعتر الأردني. علما أن أنجلينا جولي تملك تاريخا طويلا ولامعا مع الأعمال الإنسانية التي بدأتها بتبني أطفال من مختلف أنحاء العالم واستكملتها بزيارات إنسانية إلى مختلف القارات لا سيما آسيا وأفريقيا. لارا نبهان، العربية.